عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيك يا استاذ وليد، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. شرف، اتفضل. تحت امرك. أهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك بس بالنسبه للدكتور سعد، هو بيعترض وهو يعني حضرتك او غير حضرتك بتفرض الدكتور سعد على الناس. طيب انا بشكرك يا استاذ وليد، كتر خيرك. خلينا انا ممكن ارد عليه في الاخر يعني. لا ما حصلش. لا ليس فرضا، لان في امكانه الريموت يغير من قناه الى قناه. لا وبعدين احنا في حاجه احنا عايزين نتعلمها. تلتقي استنى بس، اما تلتقي مع اي ضيف يبقى انت فرضته اطلاقا. يعني سعد هيجي، خليني اقولها انا يا دكتور، وعبيد هيجي ومصطفى هيجي، اي حد هيجي هنقول ده فرض مفروض؟ لا وبعدين لازم نتعلم بعض النقاط. اذا سمحت لي يا استاذ وليد، اولا انا بحييك تاني، وخلينا اقول اولا يعني لابد ان نسعى بعضنا البعض. ما ينفعش ودي طريقه خطابنا اصلا مع بعضينا. احنا ده برنامج ديني وحضرتك مسلم وبتتكلم في الاسلام وفي الدين وفي الاخلاق الحلوه، ودي الموعظه الحسنه. فاحنا طبعا من اولى ابجديات الموعظه الحسنه ان احنا نتواصى بالخير وبالحق وبالادب في التعاطي مع الناس. وحتى لو اراء الدكتور سعد لا توافق حضرتك ما عنديش مشكله، ده هو نفسه قال في البداية. لا انا اسف اسف انك تنسب الي راي. كل ما ذكرته اقوال لعلماء سابقين، ووظيفتي امانه علميه، بنقل الامانه العلميه للناس. يعني اتحدى واحد يقول لي انت ليك فتوى معينه. لا ده اللي انا اقصده، يعني قصدي اقول يعني نقل حضرتك حتى للفتاوى بغض النظر عن تعريفها ما يزعلكش يا استاذ وليد، وحضرتك ممكن انت يعني ترفض النقل ده او تقبله. لا يروح يراجع، بس لا يروح يراجع. اما يثبت ان انا نقلت او ذكرت قول غير منسوب لصاحبه، يعني يبقى له حق كبير واشكره يعني. لا فانا اللي بعتذر لك يا دكتور. لا العفو، على فوق راسي. لا العفو.